ده باترون كم المصنع اهو. انا خيطته يعني قفلت الكم على بعضيه علشان تشوفوا شكله لما بيتقفل، وكمان عايزة اقارن لكم شكله لما بيتحط جنب الكم الكاجوال العادي. شوفوا بقى الفرق بينهم كبير قوي ازاي. شوفوا احنا نازلين قد ايه من الحردة، وشوفوا ده هيكون تأثيره ايه لما هيتحط في نفس البلوزة. ده كم المصنع اهو. وتعالوا نتخيل ان المانيكان منزلة ايديها، لازم هيبقى فيه تجميع القماش اللي انتوا شايفينه ده. لو الكم نزل لتحت، ده مش هتلاقوه موجود في الناحية التانية. الكم الكاجوال العادي ده ما بيحصلش لما حد ينزل ايده، بس بيحصل في الكم بتاع المصنع. اوكي، دلوقتي انا عايزة اوريكم لو المانيكان بقى رفعت ايدها زاوية قايمة ايه اللي هيحصل. اهو، شوفوا قد ايه حتى البلوزة ما اتحركتش من تحت. شوفوا ما فيش شد ازاي. اوكي، مفيش اي حاجة خالص. تمام، برفع اكتر كمان. مفيش، يا دوب شوية، اللي هو تجميع القماش العادي نتيجة ان حد بيرفع ايده قوي. بس زي ما انتوا شايفين بلوزة مهما رفعنا الكم تقريبا ما بتتحركش. لاحظوا بقى هنا لما هرفع الكم زاوية قايمة البلوزة كلها بتترفع من تحت. دي اول حاجة. وقلت هنا تجميع القماش، تاخدوا بالكم منه في الفيديو اللي قبل ده عادي عشان الكم ده حردته اعلى، فبيحصل تجميع قماش بسيط هنا. بس لو تلاحظوا الكم بتاع المصنع ما فيهوش الحكاية دي.